وسلم. طويل العمر، الشباب فرصة عندهم يهنونك. أبو خالد الله يطول في عمرك، مبروك في البداية. وثاني شيء يا طويل العمر، إنجازات اللي تتحقق للبلد من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم من دعمكم. ويمكن أبو خالد اليوم الإنجاز اللي تحقق بشكل وطني، مدرب وطني وإدارة وطنية، وأكيد أن الثقة اللي تدعمون بها الشباب ما في شك أن نسعى نحن ونجتهد لكي نرد جزء بسيط من الدعم الكبير. لكن يا أبو خالد الله يرحم زايد ويطول في عمر خليفة، نحن عايشين في خير، والشباب الموجودين يسعون وكلهم في مجاله لرد جزء بسيط من الدعم الكبير ومن الحب الكبير اللي نعيشه والأمن اللي نعيشه تحت ظلكم يا طويل العمر. الله يرحم زايد ويطول عمر الشيخ خليفة وعماركم. شوف أخويا، أنا أعتقد أن النتائج وايد مفرحة، وأنتم ما تردون جميل. نحن هذا واجبنا كلنا، سواء من الصغير أو الكبير. صحيح. لأن الوطن له حق كبير، حق وايد كبير. الله يحفظ بلادنا ويحفظ شعبنا يا رب. اللهم آمين يا طويل العمر. مسي عليك يا طويل العمر يا أبو خالد. حياك الله. أحب أبارك لك يا أبو خالد، وتستاهلون ومنها للأعلى إن شاء الله. وفي نقطة سمو الشيخ محمد الله يطول عمرك، يمكن كثير من الجمهور الخليجي ما يعلم فيها أن اهتمامك الله يطول عمرك في المنتخب أو في المواطن الإماراتي، وخصوصا أيضا الكابتن عمر عبد الرحمن بعد إصابته بإصابات خطيرة جدا، اهتمامك الله يطول عمرك وسمو الشيخ هزاع هذا ثورة موجودة شاهدناه من أفضل اللاعبين، كله من اهتماماتكم الله يطول عمرك يا أبو خالد. والله تبى صحيح. أنا ترى نحن ما نفرق بين عيالنا. نعم صحيح. كل عيالنا في نهاية المطاف. نعم صحيح. لكن أنا أعتقد أن هذا واجب إذا نحن قمنا بشيء. و أخوي تراهم كلهم غاليين، والله إني صادق يعني في الكلمة هذه. صدق. لكن خليني أكد أيضا كلمة أخرى في ما دامنا نحن على الهواء اليوم. أنا أريد أقول أن الشيخ زايد الله يرحمه اللي توفى يومنا هو اللي حط اللبنة الصحيحة. صحيح. اللي نحن اليوم سفينة الإمارات تمشي على قاعدة متينة، بركات الشيخ خليفة وإخوانه حكام دولة الإمارات وحمة الشباب اللي مثلكم وشرواتكم واللي اليوم شفناهم على المستطيل الأخضر. عساك دوم فرحان يا أبو خالد والشعب الإماراتي. مساك الله بالخير أبو خالد، وأحب أهنيك وأهني شعب الإمارات بهذا الإنجاز، وأنا أعتقد تستاهلون هذا الإنجاز اللي يعني هو مجهود أعمالكم ومجهود الشيء اللي أنتم يعني تتأملونه من شبابنا وشباب الإمارات اللي دائما عند الوعد. وأعتقد طويل العمر أن هذا الإنجاز هو من يعني الأشياء اللي البسيطة اللي قدمها شبابنا لسموكم ولشيوخنا ولشعب الإمارات، وإن شاء الله دوم لهذه الإنجازات إن شاء الله. يعني الفرحة إن شاء الله في كل بيت في الإمارات دائما. نعم طويل العمر، يعني ما ودنا نختم وياك، ولكن يعني وصلنا خبر أن سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بيستقبل أبنائه يوم الغد الساعة 12 بعد الظهر يعني بقصر روضة العين. طويل العمر، يعني اليوم كسبانين البطولة وثاني يوم يعني الوالد يبغى يعني يحتفل بهم. دليل العلاقة هذه اللي بيننا، علاقة الأسرة الوحدة. ما في شك محمد أن دولة الإمارات أسرة واحدة. نعم. ودائما الناس لما تشوف الإمارات من خارج دولة الإمارات، لأن اسمها دولة الإمارات يظنون أن كلها مش متشابكة في بيت واحد. نحن بيت واحد بغض النظر عن المسميات. الحمد لله. أنا أريد أأكد على كل واحد في خارج دولة الإمارات، نعرفنا نحن كإماراتيين أن نحن عندنا أهل في الفجيرة ونسب ودم مثل ما عندنا نسب في المنطقة الغربية ومتشابك في العوائل. نحن بيت واحد يا محمد، أنا أريد أكد هذا الكلام. وفي نهاية المطاف أنا ما أريد أنهي وياكم، لكن أنا أدري أنكم عندكم مقابلات وعندكم مكالمات كثيرة وأريد أعطي فرصة للآخرين، لكن أريد أهني حقيقة كل صغير وكبير في دولة الإمارات وأقول لهم ألف ألف مبروك، وألف مبروك على هذا الفريق المميز، وألف مبروك على هذا المدرب المميز.
وان شاء الله دائما الفرحه في كل بيت اماراتي نفرح بها. اللهم امين، ودائما ان شاء الله رايتكم في السماء. الله يطول بعمرك يا طويل العمر. وطلب اخير طويل العمر، يعني الشباب الرياضيين بيحضرون مصافحه سيدي صاحب السمو رئيس الدوله. الشباب الاعلاميين من الامارات يتمنون نيل هذا الشرف ومصافحه سيدي صاحب السمو رئيس الدوله وسموك. انا والله يا ابو جاسم ما لي حظ، انا برا الامارات، لكن ان شاء الله انا بنتلاقى وياكم. لكن قبل ما انهي ايضا اريد اكد للاهليه في الامارات كلهم وانتم محمد، ترى الشيخ خليفه يتابع المباراه مثل ما يتابعها اي مواطن. نعم. وانا متاكد انه كان حزان مثل ما كنا حزانين كلنا، وانا متاكد انه هو فرحان مثل ما نحن فرحانين، ولهذا السبب هو يبي يشوف مباشر ويحضنهم ويفرح بهم. يعيشكم ان شاء الله بالعز والمعزه والفرح يا محمد. يطول لي بعمرك يا طويل العمر، والله يديمكم يعتاج على راس هذه الدوله وعلى راس هذا الشعب، وبيتنا دائما ان شاء الله متوحد. البيت متوحد دائما، اريد اكد لكل واحد يشك هذا الموضوع، البيت دائما متوحد. نعم يا طويل العمر، بيض الله ويوفقكم. شكرا يا طويل العمر، شكرا يا ابو خالد. يعني مشكورين على المجهود يا اخوان. الله يسلمك، هذا واجب علينا يا طويل العمر. يعني سلم لي على الفريق بالله عليك وعلى المدرب. الله يسلمك يا طويل العمر، سلام يبلغ. الله يطول لي بعمرك. طبعا سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد، يعني شوف الفرحه ان نتحدث عن بيت متوحد. يعني سيدي صاحب السمو رئيس الدوله يتابع ابنائه، سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد يعني يكون اول المهنئين. كم نحن فخورين ان وطننا الامارات، وكم نحن فخورين ان قائدنا خليفه، وكم نحن فخورين بهذه